السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده هنعمل لكم النهارده الفطير من غير عجن ولا خبز ولا فرد ولا توريق ولا اي حاجه خالص. شايفين؟ اللهم بارك. شايفين طبقات الفطير؟ تحفه جدا جدا. بصوا شايفين؟ مفيش احسن من كده، والا الريحه بقى والطعم ما اقولكوش حاجه كده. ما شاء الله، يعني تحفه جدا جدا. بصوا هنعمله النهارده. هنعمل فطير الكداب. هنعمله من غير دقيق. هعمله لكم النهارده. شايفين؟ حاجه كده ما شاء الله يعني. عايزاكم تجربوا الفيديو ده بقى وتقولوا رايكم فيه ايه. ما شاء الله يعني فطير، يعني فطير 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 مشلتت يعني على اصوله اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمله بعض ازاي، بس قبل ما نخش على الوصفه بتاعتنا بقى، يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، واللي اول مره يزور القناه عندنا ياخد كده جوله كده في قناتي. ولو عجبته الفيديوهات عندي، يا ريت ما ينسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. تعالوا بقى نخش ونسمي ونقول بسم الله. بصوا الاول، شايفين؟ اللهم بارك. بصوا كده التوريات سخنه جدا، لازم يهدى شويه، بس هو سخن جدا بصراحه. ربنا ما كنتش عارفه امسكه خالص والله. هو المفروض ان احنا كمان نسيبه يهدى شويه علشان خاطر بس نقدر كمان ايه، يعني نوريكم الطبقات بتاعته. بص انا اول فيديو وريته لكم ده كان هدي شويه، كنت سبته لما يهدي شويه، بس عايزه اقول لكم الطعم تحفه تحفه تحفه. شايفين؟ ما شاء الله. بص لما بيهدى بقى شويه الطبقات بتبتدي تبان منه ازاي. كمان ده كمان لسه سخن خالص اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ازاي. تعالوا نسمي بسم الله. احنا هنا معانا زي ما انتم شايفين كده بوله، هنزل فيها بمعلقتين من النشا، معلقتين مليانين من النشا، وننزل عليهم كمان بمعلقتين من السكر. انا حاطه معلقتين سكر ليه؟ علشان خاطر ان الجلاش بتاعنا، انتوا عارفين اي جلاش بقى مالح شويه. تمام، انا مش هحط ملح خالص هنا. هنا نزلت هنا بمعلقه من البيكنج باودر، يعني معلقتين من النشا، معلقه بيكنج باودر. بوريكم المضرب الصغنون الجميل ده. معلقتين من النشا، معلقتين من السكر، معلقه من البيكنج باودر، معلقه ممسوحه. وهنا بقى معايا كوبايه من اللبن. تمام، هقلبهم مع بعض كده. انا مش هنزل بيهم كلهم اول مره واحده، شويه بشويه كده زي ما انتم شايفين كده. نزلت بنصها، وبعد كده هنزل بالنص التاني شويه بشويه برضو، لحد ما ايه ادي سمك كده للدقيق، علشان خاطر لو انا خفيف قوي خلاص ما نكملش كوبايه. لكن انا هنزل بالكوبايه كلها. نزلنا بشويه من الزيت، يعني حوالي تقريبا ربع كوبايه من الزيت. يعني بصوا مقادير بسيطه جدا جدا، وهتطلع لنا الفطيره بتاعتنا ما شاء الله. هنا معلقتين من السمنه البلدي او اي سمنه، لكن انتوا عارفين الفطير بيحب السمنه البلدي. هم معلقتين السمنه وربع كوبايه الزيت، هو ده اللي يخلينا الفطير بتاعنا ما شاء الله ورق زي ما انتم شايفين كده، او هيخلينا الجلاش، او هنعمل بيه الفطير الكداب. بصوا بقى، احنا دهنا الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وهنا بنمسك ورقه الجلاش. يعني زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا بخليها بس كده على طرف الصينيه من جوه، وبقيه الورقه بخليها من بره. داير ما يدور الصينيه كده. انا هعملها بنفس اول ورقه. يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده، طبعا الشرح باين اكتر يعني من ان يعني إيه، قدامكم الفيديو باين اكتر ما انا هشرح لكم. يعني كل ورقه كده بنزل بيها على طرف الصينيه من جوه، وارمي الورقه لبره الصينيه. بسيبها كلهم منطورين كده لما يدوروا زي ما انتم شايفين كده. هفضل كل ورقه احطها كده في قلب الصينيه من جوه، وادهنها بخليط التوريق ده. خليط التوريق ده هو اللي هيخلينا الفطير بتاعنا مورق كده، او الجلاش بتاعنا مورق كده، وكانكم بتاكلوا فطير مشلتت. عايزه اقول لكم انا احنا فطرنا ابني ما عرفوش ان هو جلاش. ولما كمان ومرات ابني كمان قعدنا كنا يعني لقيته كمان ما عرفتش ان هو كمان جلاش. ما حدش عرف ان هو جلاش اصلا غير لما انا قلت لهم والله. عايزه اقول لكم والله جربوه فعلا فعلا، مش محدش هيصدق ان ده جلاش ابدا ابدا. ولو ما قلتيش لاولادكم كمان ان ده جلاش، ما حدش يعرف، هياكلوا على ان هو فطير مشلتت. مش كلام وخلاص، لا والله العظيم فعلا جربوه انتوا هتعرفوا. ورقة جلاش مش هتكلفكم حاجه، يعني هاتوا ورقة جلاش وجربوها كده. ناس كتير بتحب الفطير المشلتت بس ما بيعرفوش يعملوه. واغلبيه الناس لما بيجيبوه من الاسواق كده مبقاش طعمه حلو، وبتاكلوه غصب عنكم علشان خاطر انتوا عايزين تاكلوه او نفسكم فيه. جربوا بقى تعملوه بالطريقه دي كده، تعملوا الجلاش بالطريقه دي، وهتاكلوا احلى فطير مشلتت ما شاء الله. والتوريقات اللهم بارك زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. بس اهم حاجه بعد ما تطلعوه من الفرن تسيبوه يبرد شويه، علشان خاطر يوريكوا التوريقات المظبوطه. يعني كل ما تسيبيه يهدى شويه ويبرد، هتلاقيه مورق معاك كده ما شاء الله. لكن هو سخن كده بيبقى لسه ماسك في بعضه كده كله من السخونيه، لان انا ما كنتش عارفه اقطعها صراحه ربنا. بس الصراحه ابني كان مستعجل عايز يفطر، لان كنت عاملاها الصبح، فعلشان على ما يجي من الشغل كده علشان خاطر نفطر بيها. تمام. بس زي ما انتم شايفين كده بقى، بعد ما خلصت كل الورقه ببتدي بقى اتني كده كل الاطراف اللي مركون، يعني اللي طالعه بره الصينيه دي،
كل ورقه بدهنها بره وجوه كده زي ما انتم شايفين، وهي مفروده كده علشان خاطر تدينا توريقات. كل التطبيقات دي هتدينا توريقات للفطيره يا جماعه. كل دي توريقات للفطيره اللي احنا دخلناها اللي حطيناها في الصينيه من جوه، والاطراف اللي بره دي كلها كل ده هتدينا توريقات بفردها زي ما انتم شايفين كده. وما شاء الله عايزه اقول لكم المحلول بتاع او الخليط بتاع التوريق ده ما شاء الله يعني بجد بجد تحفه كمان. عايزه اقول لكم كمان يعني يا ريته كمان كان زاد شويه تانيين، كنت نزلت بيهم كلهم على الوش تاني اكتر من الشويه دول. تمام، يعني انتوا ما تيجي تعملوها كمان ممكن تزودوا كمان حوالي نص كوبايه من اللبن زي ما انتوا شايفين. هخلي ورقه في الاخر خالص عشان اقفل بيها في شكل الفطيره من فوق. شايفين كل دي توريقات، كل دي يا جماعه توريقات. الورقه دلوقتي هوريها لكم بقى. عايزه اقول لكم والله ان الورقه كمان جيت احطها شايفين لقيتها كمان لزقت على الرخامه واتقطعت، بس ولا يهمكم اي حاجه، هنعملها برضو وهتبقى احلى فطيره ما شاء الله. شايفين بقى انا كده بطرف المعلقه برفع الفطيره بتاعتنا وبدخلها كده من فوق عشان ادي شكل بس ايه يعني متساوي كده الفطيره بتاعتنا. شايفين ما شاء الله تحفه جدا جدا. بقيت خليط الخليط ده هنزل بيه على الوش كده، لو كانوا كتير شويه كمان كان بقى احسن. بس ما شاء الله بجد بجد طعمها تحفه وشكلها وتوريقاتها رهيبه جدا جدا والله. لو عجبتكم لو جربتوها هتعجبكم جدا والله العظيم. بس انتوا جربوها وفعلا فعلا ما حدش هيصدق ان ده مش فطير مشلتت ابدا. شايفين انا زدت بالخليط كله كده وزعته على الوش. انا هغطيها واسيبها شويه كده وبعد كده هدخلها الفرن. شايفين بقى انا دخلتها في صينيه، شايفين قبت ازاي ما شاء الله اللهم بارك تحفه جدا. لان انا دخلتها الفرن وكنت مشغله الفرن مسبقا فوق وتحت علشان عايزه الفطير لازم يدخل على فرن تكون سخنه جدا جدا علشان يدينا الانتفاخ اللي انتوا شفتوه دون وتورق معانا كده. انا بحطها تحت على الصاجه مش على الرف، على الصاجه من تحت خالص كده واسيبها. بعد اول ما ادخلها في الفرن بطفي على طول الشوايه من فوق واسيبها. اول ما الاقيها زي ما انتوا شايفينها انتفخت كده واحمرت من تحت بروح ارفعها فوق على طول. شايفين بقى بص هي سخنه جدا زي ما قلت لكم، المفروض انها تبرد شويه، تهدى مش تبرد لكن تهدى شويه. شايفين دلوقتي وهي سخنه كده مش عارفه اوريكم التوريقات ازاي، مش باينه التوريقات كمان من كتر ما هي سخنه. لكن لما بتهدى شويه في الفيديو الجاي بقى هتشوفوها بقى بعد ما هديت كده ما شاء الله هتلاقي التوريقات كلها اللهم بارك كده تحفه جدا جدا يا جماعه. والله جربوها تعجبكم جدا. وعايزه اقول لكم لو جربتوها، لو جربتوا طريقه الفطير الكداب ده احنا عملنا كل حاجه كدابه، لو جربت طريقه الفطير دي صدقوني وحياه ربنا مش هتبطلوا تعملوها ابدا وهتستغنوا عن الفطير اللي بتجيبوه من بره دون او اللي بنقعد شايفين بقى فرد وعجن وخبز. شايفين اللهم بارك. شايفين بصوا احلى فطير توريق فطير ده ولا مش فطير؟ شايفين التوريقات ولا عجنا ولا فردنا ولا خبزنا ولا اي حاجه خالص. شايفين اللهم بارك تحفه 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 مع عسل بقى مع جبنه قديم مع جبنه بيضه زي ما انتوا عايزين. شايفين اللهم بارك. جربوه يا جماعه، لو جربتوه والله يعجبكم جدا جدا ومش هتبطلوا تعملوه. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسونوش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، ولو اول مره يدخل عندنا يا ريت نورنا بالاشتراك ودعوة حلوة كده على على الفيديو الجميل دون وعلى التوريقات الجميلة بتاعت الفطير دي. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.